واحده بتحكي وبتقول انا جوزي مسافر وبيبعت لي على البنك فلوس كل شهر وبيكون منهم مصاريف للبيت والباقي بيحوش، وصل لي 190 الف جنيه تقريبا. ففي يوم وانا عند اهلي وبحكي قدامهم ان عندي في البيت المبلغ ده وعايز احطه في البنك عشان خايفه يتسرق، فبعدها بيومين لقيت اخويا اتصل بيا وبيقول لي انا عايز المبلغ ده يشتري بيه قطعه ارض لمده كام شهر بس لحد ما يلم فلوسه من السوق ويرجعهم. وبتقول انا بصراحه ما قلتش لجوزي واديته الفلوس كلها، ودلوقتي جوزي اتعرض عليه حته ارض بنفس المبلغ اللي كان معاه، قال لي جهز الفلوس وهبعت توكيل لاخويا يشتريها لي. فانا قلت له ماشي، ورحت قلت لاخويا، قال لي هجيب لك الفلوس منين دلوقتي ولا حتى بعد سنه؟ قلت له بيتي هيتخرب اتصرف. قال لي انت ما بتفهميش، اجيبهم لك منين؟ انا دخلت بهم مشروع واعمل لك ايه؟ وقفل في وش السجن ودلوقتي قافل تليفون. رحت قلت لبابا، قال لي بتديله ليه من الاول؟ تستاهل اللي يجراله. انا سلمت امري لله وقلت لجوزي، ومن ساعتها وهو قافل تليفونه ولا بيكلم حتى اهله، وانا هموت واطمن عليه. ده حتى مصاريف انا والعيال بيبعتها بس مش بيكلمني. هل فعلا انا غلطانه يا جماعه واستحق العقاب ده منه؟ ويا ترى اتصرف مع اخويا ده ازاي؟